بعد ما عرفنا مقدمة عن إيه هي البروكرز وإيه الأنواع بتاعتها في الدرس اللي فات، فإن شاء الله الدرس ده هنبدأ نفصل بقى طريقة شغل كل نوع منهم، وأنت إزاي تقدر تحدد برضو البروكر المظبوط اللي أنت تقدر تشتغل معاه، وإزاي تقدر تعرف هل أنت في الحالة دي لو كسبت هل فعلا هتاخد راس مالك ولا هيضحك عليك بقى البروكر ده ولا هيتنصب عليك. هل فعلا البروكر اللي بيقول لك ان هو مش ماركت ميكر ان هو نوع تاني، هل هو فعلا نوع اس تي بي مثلا او اي سي ان، ولا هو بيقول لك كده وخلاص. وهنفهم برضو مفهوم مهم جدا. احنا قلنا المره اللي فاتت ان البروكر بيتداول ضدك، يعني انت كده لو انت بتكسب فانت بتخسر بروكر. طب لو البروكر هيبقى عايزك تخسر، عايزك تخسر، طب هو يقدر يعمل حاجه عشان يخسرك او بيعمل كده ازاي؟ ايه الحركات اللي ممكن تحصل؟ بيحصل هنا حاجه يعني بنسميها تضارب مصالح. فكل الاسئله دي ان شاء الله هنجاوبها مع بعض في الدرس ده. فيلا بينا عشان ما نضيعش وقت، ويلا نبدا في الدرس بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم دكتور خالد البربري، ودي دوره تعليم الفوركس للمبتدئين. طيب احنا خلاص دلوقتي ما بقيناش مبتدئين، يعني احنا لو انت وصلت للمرحله دي انت خلاص ما بقتش مبتدئ، انت فهمت حاجات في ناس بقى لها سنين مش فاهماها. فخلينا نبدا مع بعض. واحنا عرفنا المره اللي فاتت انواع البروكرز، وعرفنا ايه الديلينج ديسك والنون ديلينج ديسك والماركت ميكر. خلينا بقى نبدا مع بعض كده نفهم يعني ايه تضارب مصالح، او ده ممكن يحصل ازاي. عشان نفهم النقطه دي خلينا ناخد مثال مع بعض. دلوقتي لو قلنا مثلا والله انا عندي خالد ده متداول، ماشي، تريدر، وعندي هنا البروكر اكس مثلا. والله البروكر اكس ده قلنا ان هو ماركت ميكر، او ان هو شغال بطريقه الايه الديلينج ديسك ماركت ميكر. تمام. واحنا قلنا الديلينج ديسك ده اللي هو مكتب العمليات، يعني ده اللي بيدير الطريقه اللي بيشتغل بيها البروكر، ده اللي بيدير تنفيذ الصفقات. طيب ادي البروكر. دلوقتي خلينا نقول ان خالد ده جه عمل ايه، دخل والله بواحد لوت مثلا شراء على الذهب. خلاص. في الحاله دي لو البروكر شغال بالطريقه دي الماركت ميكر ده هيعمل ايه؟ هيفتح هو عقد قصادك، يعني المفروض ان ده داخل باي، هو هيفتح سيل بنفس قيمة العقد على نفس العملة من نفس السعر. يعني لو انت دلوقتي اشتريت عند سعر $5000 مثلا سعر الذهب بلوت، هو هيبيع عند $5000 في الذهب بنفس قيمة العقد اللي هو واحد لوت. طب هتقول لي يعني هو كده بقى ايه اللي هيحصل؟ يعني كده بقى واحد فينا هيكسب واحد هيخسر؟ واحد هيكسب واحد هيخسر. لكن هو ايش عرفه ان انت هتخسر؟ لا، هو ممكن خالد ما يخسرش في المثال ده، هو ممكن خالد يكسب. ففي الحالة دي اصلا هو البروكر واخد كل الريسك، واخد 100% من الريسك. مقابل ايه؟ مقابل ان انت بنسبة كبيرة كشخص مبتدئ، او معظم المتداولين ما بيبقوش بقى فاهمين ومش مذاكرين ومش فاهمين هما بيعملوا ايه، فاغلب البروكرز بيخسروا، اغلب التريدرز بيخسروا. فهو بيعتمد على هذه النقطة، هو بياخد الفول ريسك، ان انت لما تخسر هو هيكون الخسارة بتاعتي جوه حقها ربح في العقد ده. هتقول لي طيب انت دلوقتي كخالد اشتريت، البروكر ده باع قصادك، يعني ايه بقى؟ يعني باع لك انت؟ لا، هو انت لما فتحت العقد ده البروكر راح، انا قلت ان في حاجه اسمها ليكويديتي بروفايدر، صح؟ البروكر راح فتح عقد بيع في الليكويديتي بروفايدر. فلو انت افترضنا ان سعر الذهب هبط وانت شاري، فانت حققت خساره، هنقول مثلا خسرت $1000. هو بقى هنا بايع، البروكر بايع، فالبروكر حقق بروفيت كام؟ ما هو داخل بيع، فحقق بروفيت $1000. طب البروكر ده حقق بروفيت $1000 دي منين؟ حققهم من الليكويديتي بروفايدر، اللي هو يعتبر بقى الماركت الحقيقي او صورة من الماركت الحقيقي. فالبروكر في الحالة دي كسب $1000 فعليا من الليكويديتي بروفايدر، وكسب $1000 من حضرتك، لان الفلوس دي دخلت عنده، هو كان فاتح قصادك. طيب خلينا نقول بقى حصل العكس، انت شاري وفعلا الذهب زاد، فانت كسبت موجب $1000. البروكر في الحالة دي انت دلوقتي كنت شاري والبروكر بايع برضو، لكن الذهب عمل ايه؟ عمل هبوط، سوري، عمل صعود قصدي، الذهب صعد. ماشي. فالبروكر وانت دلوقتي خلاص كسبت $1000، او وصلنا لمرحلة ان انت واصل لايه؟ لبروفيت $1000. البروكر في الحالة دي خسران كام؟ خسران $1000.
ففي الحالة دي انت هتاخد $1000 دي منين؟ هتاخد $1000 دي من البروكر، لان البروكر دلوقتي هيبقى خسران كام؟ هيبقى خسران $1000 فين؟ في الليكويديتي بروفايدر، وهو مطالب ان هو يدفع لك $1000 دي من جيبه. تقول لي يعني انا لما اكسب البروكر لازم يدفع لي من جيبه؟ طب انا ايش يضمن لي بقى ان البروكر يدفع لي؟ هنا هنيجي بقى للحاجات اللي احنا لسه هنشرحها مع بعض، اللي هو التراخيص بتاعه البروكر والراس المال بتاع البروكر ده قد ايه، هل يقدر يغطي الريسك ده، ان هو زي ما انت بتكسب المره دي ما انت في اوقات كتير جدا بتخسر او ناس كتير جدا بتخسر. طيب السؤال المهم، هو البروكر بيعمل كده قصاد انا بس؟ لا، ده بيعمل كده مع كل متداول بشكل فردي. يعني لو البروكر ده عنده 100 متداول، هو بيعمل الحركه دي مع 100 واحد. طول ما ال100 دول في عائد او في نسبه كبيره منهم بيخسر، البروكر مبسوط و100 100 وبيكسب قصادهم والدنيا زي الفل. امتى بتحصل المشكله؟ لو لا قدر الله حصل ان عدد كبير كسب بالنسبه للبروكر، لا قدر الله بالنسبه للبروكر طبعا مش بالنسبه لنا احنا. فلو حصل ان عدد كبير كسب، البروكر مطالب ان هو يدفع لك الارباح دي من جيبه. طب هل هو بقى معاه راس مال يغطي ده؟ احنا هنبدا نعرفه بقى لما نفهم اصلا البروكرز راس مالها كام والتراخيص بتاعتهم والكلام ده كله. طيب خلينا بقى ناخد مثال، ان انت مثلا ده خالد وفي محمد وفي محمود وفي احمد وفي 10 متداولين مثلا بيتداولوا، والمتداولين دول كلهم ماشي دخلوا زي ما قلنا مثلا صفقات بيع مثلا على الذهب، ده بنص عقد وده بعقد وده ب10 عقود وده ب50، فاقول مثلا توتال $1,000,000، راس مالهم $1,000,000، وكلهم صدفه ان هم كسبوا، الذهب فعلا هبط. البروكر في المقابل واخد طبعا ايه؟ واخد طبعا باي بنفس القيمه، ده البروكر ماشي. في الحاله دي البروكر هيخسر $1,000,000 دي يعني مطالب انه يدفع $1,000,000 لمين؟ للعملاء دول، صح كده؟ الحاله دي هي دي اللي بتعمل مشاكل للبروكرز. اذا البروكر معاه راس مال يكفي، يعني مش معنى ان هو ماركت ميكر ان هو نصاب او ان هو مش معاه فلوس يدفع، لا، في ماركت ميكر بيبقى معاه فلوس كتير جدا، فعادي ما عندوش مشكله ان انت يوم ما تكسبه هنديك فلوس، ما انت في كتير وقت كتير جدا هو ايه، هو لم من الناس دي فلوس. طيب البروكر في الحاله دي بيعتمد على ايه يا جماعه؟ بيعتمد على قاعده كده، يعني بنسميها الايه، الثلاث تسعينات. ايه هي؟ ان 90% من المتداولين بيخسروا 90% من رأس المال في أول 90 يوم تداول. دي إحصائية البروكرز يعني عايشين حياتهم عليها، هم بيحطوا الفول ريسك بس بناء على هذه النظرية، إن أغلب المتداولين مش هيشوفوا الدروس بتاعتنا دي ولا دروس غيرنا ولا هيدي وقت ولا مجهود، فهيخسر. تمام كده؟ فلما يخسر فلوسه ما تروحش للغريب اللي هو ليكويديتي بروفايدر او لبنك او ايا كان، لا، فلوسه هتروح لمين؟ للبروكر. هتقول لي طيب، طب وليه البروكر ما يخليش مثلا خالد اللي عمل سيل وفي محمد مثلا بالصدفه عمل باي في نفس السعر في بنفس العقد مثلا على نفس الاداه الاستثماريه اللي هي مثلا ذهب او يورو دولار او ايا كان، ليه ما يخليش خالد يبيع لمحمد ومحمد يبيع لخالد؟ اقول لك هو ده المفروض، لكن هو ما بيعملش كده. يقول لك لا، انا يا عم اروح احط فلوسي في الليكويديتي بروفايدر وافتح قصاد السيل ده باي وقصاد الباي ده سيل، واخد انا الريسك، اللي يكسب انا هديله يا عم منين؟ من خساره ناس تانية. طب خساره ناس تانية دي هتبقى بالنسبه للبروكر مكسب، فخلاص انا اديله جزء من مكسبي باعتبار ان الاغلبيه العظمى طبعا هتخسر. القصه بقى اللي انا حكيتها لك دي ده اسمه البي بوك، ده نوع البروكرز بنسميه البي بوك او نظام البي بوك. واحنا عندنا ايه انظمه اصلا؟ عندنا الاي بوك وعندنا البي بوك وعندنا الهايبريد موديل السي بوك. اللي انا شرحته ده اسمه البي بوك، وهو ان البروكر ياخد ال100% ريسك قصادك، وكل الصفقات من الاخر كده بيتداول قصادك ماشي. ده الماركت ميكر. الاي بوك والسي بوك ده اللي احنا هنشرحهم مع بعض الدروس الجايه، ولكن بس انا كنت حابب ان انت تفهم الريسك ده بياخدوه بناء على ايه وبيتاخد ازاي، والبروكر بيكسب ايه لو انت خسرت، والبروكر بيخسر ايه لو انت كسبت ومضطر ان هو يدفع لك الفلوس. طيب حاجه اخيره، هل كل الناس
او كل سوري البروكرز بيشتغلوا، اللي بيشتغلوا بالطريقه دي هيفضلوا ياخدوا الريسك ده كده عليك على طول. طب افرض انت راجل شاطر متداول شاطر، في الحاله دي هيجي دور السي بوك اللي احنا هنشرحه مع بعض، ولكن هو بيحطك في اختبار لمده معينه. يعني ايه؟ يعني هو في الاول بياخد الريسك قدامك، ولنفترض لمده مثلا 3 شهور. كل ما انت تاخد باي هو بياخد سل قدامك، ماشي؟ انت تاخد سيل وياخد باي قدامك، وهكذا 3 شهور. بيعمل لك جورنالينج كده، او بيعمل لك ايه، فايل كده. في سيستم بقى بيقرا الاداء بتاع حضرتك. يعني البروكر بيقيم ادائك اكتر منك اصلا، فهو بيقيم اداء حضرتك. لو لقى ان الاغلبيه بتاعتك خساره، هيفضل حاطك على البي بوك. تمام. طيب لو لقاك انت راجل متداول بقى وشاطر وعمال تاخد من فلوسه وبتكسب، لا، هيروح محولك على نظام الاي بوك، او هيوصلك بشكل مباشر بالليكويديتي بروفايدر، وما ياخدش بقى الريسك منك خالص. هو ياخد الصفقات بتاعتك يرسلها لمزود السيوله بشكل مباشر. ده اللي احنا ان شاء الله نشرحه بالتفصيل في الدرس الجاي. كده احنا فهمنا ايه هو البي بوك بكل تفاصيله، وعرفنا ان ايه ازاي البروكر بياخد الريسك قصادك، وازاي بيحصل ممكن تضارب مصالح في حالة ان حضرتك راجل بتكسب وشاطر وبتعرف تكسب من الماركت، وبالتالي طبعا هتكسب من البروكر. طيب معلش نقطة أخيرة قبل بس ما ننهي الدرس ده عشان نبقى قفلنا النقطة دي خالص. ايه اللي ممكن البروكر البي بوك يعمله عشان يتسبب في خسارتك بشكل مقصود؟ ودي للاسف محدش هيقول لك عليها، وانت هتكتشفها لو انت راجل بقى بتتداول بقالك فتره كبيره. واكيد اللي انا هقوله ده لو انت بتتداول من قبل كده اكيد شفته وعرفته. وطبعا البروكرز هيزعلوا بقى من الكلام اللي احنا هنقوله ده، بس هو ده الحقيقه وده اللي بيحصل. انت مش عايز تصدقني براحتك وما يقولوا غير كده، بس ده بناء على تجربه يعني. حضرتك لما تكون شغال مع بروكر بي بوك، او اللي هو نظام الديلينج ديسك الماركت ميكر، في حاله، في بعض البروكرز مش كلهم، في ناس، في بروكرز كويسين ومحترمين، في حاله ان انت بتكسب هو ما يقدرش يغير السعر. يعني انت لو شاري الذهب والذهب بيطلع وما يقدرش، سيولته ما تكفيش ان هو يتلاعب بالاسعار بتاعه الماركت. ما يقدرش يبيع مثلا كميات كبيره فيسبب هبوط سعر الذهب فيخسرك. هو ما يقدرش يعمل كده. ليه؟ هو ما عندوش السيوله الكافيه اللي يقدروا يعملوا كده المؤسسات الكبيره. طب بس هو يقدر يعمل ايه بقى؟ يقدر يلعب في التسعير اللي بيظهر قصادك على الشاشه. يعني ايه؟ يعني السعر الحقيقي مثلا بتاع الذهب $5000 دلوقتي، هو يقول لك والله لا ده السعر دلوقتي 4998 مثلا. في لحظه هو مش بيفضل السعر كده، لا، هو تلاقي الشارت ماشي كده بالمنظر ده. مثلا احنا دلوقتي هنا اهو 5000، تلاقي فجاه قدامك راح عمل كده وراح طالع تاني. اللحظه دي هو اللي عملها البروكر. دي ما حصلتش في الحقيقه، مش شرط كل مره بس بتحصل اوقات كتير. ليه عمل كده؟ لان انت راجل شاري، لما السعر ينزل هنا هتخسر، وانت تقول اه ده الماركت نزل وبتاع. بس تيجي تفتح مثلا سعر الذهب في اي بروكر تاني، او في بنك، او في تشوف بقى على النت مثلا سعره، تلاقي ما حصلش اصلا. الحركه دي ما حصلتش، ماشي؟ ودي بنسميها انزلاقات سعريه، تلاعب في الشارت، يعني حاجات كتير كده بتحصل. طيب حاجه كمان، السبريد اللي احنا قلنا الفرق ما بين سعر البيع والشراء مثلا بيكون نقطه 2 3 على حسب ما متفق معاك مع البروكر. تلاقي فجاه السبريد ده بقى بدل ما هو نقطه او 2 او 3 تلاقيه بقى 20 نقطه. يعني تشتري مثلا عند 5000، لو عايز تبيع في نفس اللحظه تضطر تبيع عند 5002 مثلا. دول كده 20 نقطه على الذهب. ليه؟ عشان يضمن ان انت تخسر ال 20 نقطه دي. تقول لي يعني هي دي، ما هو دي في مليون عميل هتعمل له ارقام، هتسبب خسائر كتير لناس كتير. دي من اشهر الحاجات اللي بتحصل. يقول لك ايه ده السبريد فتح. هي بتتقال كده ان الفرق ما بين السعر البيع والشراء بدل ما هو نقطه او 2 او 3 لا تلاقي 10 نقط و20 نقطه واحيانا اكتر بكتير، ماشي؟ دي بعض الألاعيب اللي بتعملها البروكرز. في حاجات طبعا كتير تاني، في بقى بيأخر قفل الصفقات، وتلاقيه تدوس مثلا تقفل الصفقه ما بتقفلش. في بيأخر فتح الصفقات، اصلا تيجي تفتح الصفقه في وقت معين ما يفتحش. يعني حاجات كتير بتحصل. مش عايزين نقول حاجات اكتر من كده، ولكن دي الألاعيب اللي بتعملها بروكر، لازم انت تكون فاهمها. واللي يزعل يزعل بقى، مش هتفرق. بس مش اي حد يكلمك على التليفون يقول لك يلا احنا بروكر كذا 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 ويلا وهتاخد معانا كذا وكذا. لا، ما تروحش تجري ورا اي حاجه. لازم تفهم اللي احنا بنقوله ده عشان تقدر تقيم هذا البروكر. ان شاء الله نتقابل مع بعض الدرس الجاي عشان نبدا ناخد الاي بوك بالتفصيل، ونفهم بقى السي بوك ده بيشتغل ازاي مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.